بتبدا القصه مع شين وهي رايحه اول يوم دراسي وبتدور على مكان فصلها، وبنعرف هنا انها في السنه الاخيره في المرحله الثانويه. تقبض في طالب اسمه جيشو وبتتكعبل، وقبل ما تقع من على السلم بيلحقها وبيمسكها من ايدها وبيشدها وتليفونه بيقع على الارض، ولما بتشكره بيتجاهلها وبيمشي. وفي حفله استقبال الطلبه مدير المدرسه بيقدم جيشو ليهم وبيقول لهم انه حصل على اعلى درجات القبول بمعدل ذكاء 200%، وهيمثل كل الطلاب في السنه الجديده. وبيطلع جيشو يقدم نفسه لكل الطلبه وبيرحب بيهم والكل بيسقف له، وكل البنات بتعجب بيه بما فيهم شين، بس بتبقى عارفه انها مش هتقدر تشوفه دايما لان المدرسه بتبقى مخصصه مبنى لكل الطلبه اللي بيتمتعوا بمعدل ذكاء عالي. وجيشو بيبقى من الطلبه العباقره اللي بتحب الاختراعات والكل بيبقى معجب بيه، وبيكسر الارقام القياسيه في حل المعادلات الرياضيه قصاد كل زمايله. وبتوصل رساله لشين وكل البنات ان جيشو في الكافيتيريا وهيعدي من عند المبنى بتاعهم، فبيجروا كلهم علشان يلحقوا يشوفوه، وبيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيرجع المبنى الدراسي بتاعه. وفي ندوه من الندوات بيتكلم فيها جيشو عن مرض سرطان الاطفال، وبتبقى شين حاضراها هي وباقي البنات، وبتجيلهم على تليفوناتهم صوره لجيشو مع زميلته شاهوي وبيفتكروا انها على علاقه بيه. وطبعا شين بتتضايق وبتفضل باصه على صورته طول الوقت، واصحابها بيقولوا لها تبطل احلام. وهنا بيجي لها زميلها اجين وبيقدم لها ورده وبيقول لها انه معجب بيها جدا ونفسه يرتبط بيها، لكن شين بتصد وبتقول انها بتحب جيشو وهتعترف له بحبها. واصحابها بيساعدوها وبيشغلوا انذار الحريق وبيعملوا فوضى في الفصل علشان شين تعرف تروح لجيشو في وقت استراحته. وفعلا بتدخل مبنى العباقره وبتدور عليه، ولما بتلاقيه بتقدم له هديه وبتقول له انها بتحبه ونفسها يبادلها نفس مشاعرها، لكنه بيصدها وبيقول لها مستحيل يحصل ده لانه ما بيحبش البنت اللي ذكائها ضعيف وغبيه، وبيسيبها وبيمشي. فبتتحرج وبتقول لنفسها مفيش مشكله طالما ان محدش شافها، لكن مسؤول كاميرات المبنى بيبقى شايفها وبينشر الخبر وبيتجمعوا حواليها كل الطلبه ويصوروها. ولما شين بترجع البيت بتكتشف ان الفيديو اللي صوروه الطلبه نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي وبيتنمروا عليها. وفجاه بتلاقي ابوها طالع من البيت وبيطلب منها انها تجري بعيد، بس ما بتبقاش فاهمه حاجه، وبتتفاجئ بفران كتير خارجه تجري من البيت، وفجاه البيت بينهار وبيتهد، وبتيجي المطافي والصحافه علشان تغطي الحدث. والمذيعه بتعمل لقاء مع شين وابوها، وكل الصحفيين بيبتدوا يسالوهم عن اللي حصل. الصحافه بتقول ان بقى اسره مشرده ومحتاجين لبيت يعيشوا فيه، وبينتشر الخبر وكل زمايل شين في المدرسه بيعرفوا. وهنا اجين واصحابه بيعملوا حمله تبرعات في المدرسه علشان يساعدوها، وبتحاول شين تستخبى منهم لكنهم بيشوفوها وبيحاولوا يخلوها تقف معاهم علشان زمايلها يواسوها، بس هي بترفض. وهنا بيجي جيشو وبيتريق على شين وبيقول لها ان ابوها غلطان انه اشترى بيت رخيص وملوش اساس، فبتتضايق منه شين وبتقول له ان ابوها اشتغل وكافح علشان يشتري البيت ده ويدخلها احسن مدرسه، وان الدرجات العاليه مش مقياس لشخصيه البني ادم. وبتتحداه وبتقول له قدام كل زمايلهم انها في الاختبار اللي جاي هتكون من ضمن الاوائل زيه في المدرسه واسمها هيتكتب معاه في نفس اللوحه. ولما بترجع لابوها بتجمع معاه حاجتهم من تحت الهدم، وبيعرف ان في واحد من اعز اصدقائه واسمه آلي سمع باللي حصل لهم وطلب منه انهم يجوا يعيشوا معاه لحد ما ظروفهم تتحسن. وفعلا مساعد آلي بيوصل علشان ياخدهم بالعربيه، ولما بيوصلوا بيستقبلهم آلي بكل ترحاب. كمان مراته ايمي بترحب بشين وبيعرفوها بابنهم الصغير يوشو، وبتاخد ايمي شين علشان تفرجها على الاوضه اللي هتنام فيها، وتعرف منها انها بتدرس في نفس المدرسه اللي بيدرس فيها ابنها الكبير، وبتقول لها ان ابنها ليه شعبيه كبيره في المدرسه عندهم، وقد ايه كان نفسها تخلف بنت زيها ويبقوا اصحاب، وانها ممكن تكون عروسه ابنها المستقبليه. فبتقول لها شين انها بتحب واحد زميلها في المدرسه رغم انه رافض حبها، وقبل ما تنام بتحاول تحرق صوره جيشو اللي مجمعاها لكن ما بتقدرش، وبتبقى طابعه صوره في كل حاجاتها وكمان اللحاف اللي بتتغطى بيه. وفجاه بتلاقي جيشو واقف لها على الباب فبتتصدم، وهنا بتعرف انه يبقى ابن آلي وايمي، وبيطلب منها تتخلص من كل صوره لكنها بترفض وبتقول له ما يقربش من حاجتها. فبيقول لها عندها حق، سواء موجوده معاه في بيت واحد او لا فهو ملوش دعوه بيها اصلا، وبيسيبها وبيخرج. وتاني يوم هو رايح المدرسه بتاعته بالعجله بتوقفه امه علشان ياخد شين معاه، فبيضطر يركبها معاه وبيمشي، وهي بتبقى سعيده انها راكبه وراه، بس في نص الطريق بينزلها وبيحذرها وبيقول لها ما تقولش في المدرسه انهم عايشين في بيت واحد، ودايما تبقى بعيد عنه ب5 متر على الاقل، وبيسيبها وبيمشي. وفي المدرسه بتبعت ايمي لشين فيديو لجيشو وهو بيرقص ولابس لبس غريب، فبتفضل تضحك وبتبعت له الفيديو، بيطلب منها انه يكلمها على انفراد وبيروح لها، وكل البنات بتبقى شايفاهم ومستغربين، وشين بتقول له انه حذرها انها تقرب منه ودلوقتي عايز يكلمها واقف معاها، فبيوري لها الفيديو وبيطلب منها انها تحذفه من تليفونها، فبتستغل الموقف وبتوافق بس بشرط انه يذاكر لها ويساعدها تنجح في الاختبار اللي جاي بتفوق، والا هتنشر الفيديو لكل معجبينه. فبيضطر انه يوافق على طلبها وهي بتفرح جدا، وفعلا بيبتدي يذاكر لها الرياضيات وبيبقى مستواها ضعيف جدا، بس بعد محاولات بتتحسن، وبتفضل تذاكر في المدرسه، ومن كتر ما هي مركزه في المذاكره ما بتبقاش شايفه وهي ماشيه فين، واجين بيبقى مراقبها وبيوجهها علشان ما تتصابش او تقع، وبينقذها من زهريه ورد كانت هتقع عليها، وجيشو بيبقى شايفها وهي بتذاكر.